السلام عليكم. يا ولد حقق لي حلمي يا اخي، ابغى احلب ناقه. اذا الناقه ناقتي والله تفداك، الناقه بكبرها. ابشر ب5 ناقات. شوف ها، حتى اوزنها من بعيد. شوف سهالات ترى، في فعاليه اذا نطيت معاهم ينطون معاك. شوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم بن محمد. طبعا اليوم عندنا طلعة جدا جميلة بإذن الله. كلمت أحد الأصحاب وهو يروح مكان معين، ما راح أعلمكم إيش المكان، يعني ما راح تشوفون بالثمبنيل وصورة المقطع والعنوان، مالي دخل. بنروح المكان هذا وعندي فكرة معينة أنا طالع لأجلها. طبعا أول شيء طقمي كان طقم واحد في الابتدائي، أمه لبستها كل شيء عشان ما يبرد. والله أهم شيء تدفى، وش والله برد. الشنطة المعهودة هذه النعال وجهت. امزح والله. هذه النعال حطها هنا عندكم. طبعا السبوره حقتي هذه يعني اكتب عليها عشان مخي ما يضيع، يعني اللي سكريبتها جاهز اكتبها هنا، واللي ابى منتجها صورتها يعني هنا، واللي جاهزه خلصتها ابغى انزلها هنا. بطحه فضحت نفسي. احذف الكلمه دي. انا اتوقع ان خويي خلاص بيكون تحت تقريبا، فلازم انا انزل من قبل عشان تعرفون ما الطع خويي. حرام الناس اللي تلطع خوياهم. والله خوياي بينغبنون اذا شافوا المقطع. اكثر واحد كنت الطعهم، بس والله اني بطلت يا عيال، والله اني بطلت اخر فتره. والله انزل على الميعاد اذا ما كان قبل الصراحه. بالزمان واو والله يجي يتكي نص ساعه تحت عند البيت عادي، انا مروق. الحين خرجنا، والله في واحد من اخوياي مره وانا قاعد اصور وطلع الباب، والله ضحكني. قال لي باب ذا حق فراعنه مدري، باب حق ملك الفرس مدري. المهم شيء مره دبه نايمه، بس وقتها ضحكتني. وقتها معذور. تعرفون السواليف دي اللي وقتها خلاص هذه وقتها. طيب شوف هنا ما شاء الله في عندنا اشجار جميله جدا. طبعا قصينا اغلبها لان الشارع ضيق، مو انا مالي دخلهم، يعني الجيران قصوا اغلبها لان الشارع ضيق، والاشجار كانت تعطي هيئه ان الشارع اضيق، ومن جد ما تشوف يعني. فالاشجار ما شاء الله تفلتت بالازدهار، يعني فجاه كذا غطت الشارع كامل. وهذه الاشجار كلها مقصوصه. شوفوا هذه واحده بس. شوفوا من برشه ما شاء الله على الشارع كامل. من برشه وش استغفر الله. المهم شوفوا كيف، اللهم بارك. شوفوا هذا عنب ذا ولا ذا نقاط ولا ايش. شوفوا عندنا ايضا هذه الشجره، هذه انا ما ادري نخل ولا ربع نخله ولا هذه نخله، يعني نفس شكل النخله يا عيال، حاده لدرجه يعني مره لا تقرب منها. وش تبي ذي؟ تقضي حاجتها. المهم على راحتك يعني، بس ترى ما في تراب. والله خلص تراب، شو قاعد تحفر. طيب اذا صورتك الحين وفضحتك طيب وش بتسوين؟ عادي ها؟ الامور سهلت ها؟ والله ما تشوفني شيء. تعالي انت اللي سويتيها ها؟ اي تعال. ليش سوي في حارتنا؟ ما تدري ان حارتنا نظيفه؟ انحاشي وما انت قدها لو انت قدها كان واجهتني. السلام عليكم. هذا الشيخ محمد، هذا شيخنا شيخ المشايخ كلهم. طيب ما يحتاج صح يقفلون السياره قديمه دي. اي والله ذي خاصيه بالسياره ذي، بس يا شيخ يا ولد حقق لي حلمي يا اخي، ابغى احلب ناقه. اذا الناقه ناقتي والله تفداك، الناقه بكبرها. ابشر ب5 ناقات. والله صدق حقق لي حلمي، ابغى احلب ناقه الصدق. خليك تحلب عنز، ما في مشكله. يلا انا عنز المرحله الاولى متاح. حلو. بس هل النياق ذيك يعني من النياق الغاليه مره، ولا ما له دخل كل النياق غاليه؟ عاديه. بس الناس في الباديه يعني، الناس اللي في الباديه جلفين اي شداد. طب يا عيال واذا لينتهم يا عيال باذن الله يلين قلوبهم والله. بس يا عيال والله شوفوا الاسلوب الطيب ترى يمكن والله، لكن والله العظيم في ناس والله قد جربت مع ناس ألذ اسلوب واجمل اسلوب، والله ما في امل. صخر. انا اعرفهم زين. ما في امل ها؟ والله ما ينفع. انا عندي امل. هذا اللي يجي اول مره وما يعرف شيء. كم راح الحال انا ما اعرف كذا. افضل اني ما اجي. ايوه افضل انك ما تجي عشان يزبدوا لك الحال. ايوه عادي، انا يتزبد لي عادي، لان انا بالنسبه لي اذا اشخاص ما يعرفوني وزبدوا لي عادي، يعني ما يعرفوني ولا اعرفهم عادي، امور طيبه. طيب يشوفوك جاي مع مين؟ ترى هناك كل شيء مكفوت، كل شيء مراقب. والله يناظر يقول ذا جديد على المنطقه وش جاي. واضح. ايه بعد انا كذا حلو كيوت كذا، يعرف انه مالي فيها خلاص. بالعكس يقولوا ذا هطف حلو. تعال اللمسه ب10 ريال. فهمت؟ انا والله خذ 10. ما عندهم 10 ولا شيء، انا عندهم يقدس النياق والله بالاخير يبيعونها ولا يستفيدون منها لا يحلب وينتج عنده ما يبيعها كذا يعني. هواية عرفت، يكون هو شايب متقاعد يروح يتونس هناك يوسع صدره الله. ايوه حلو والله. وينك يا رجال؟ السلام عليكم. ترى خوي صوتي يطلع معي لانه معي المايك، فمشونا ها. انا اليوم جاي هنا تطبيقا لآية وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. والأنبياء عليهم السلام اشتغلوا في هذه الأشغال وفي الرعية وفي الأمور هذه كلها التي في البادية، فمن نحن لنتكبر عليها؟ بما أننا احنا انغرسنا في المدن شوي، فأنا جاي اليوم أتفكر في خلق الله عز وجل، وجاي اليوم أجرب شوية تجربة مختلفة يمكن ما قد جربتها بما أني طول حياتي عايش في المدينة. بسم الله ما شاء الله. ألوان ألوان وفصائل زي البشر. سبحان الله. هل عندهم عنصرية زي البشر ولا ربي ميزنا بالعقل للأسف؟ استخدمناه غلط. الله المستعان. اوف الريحة.
ابراهيم. والله خيركني مره خيركي. انزل عليهم باراشوت؟ انزل بس اذا جاهم شيء بنزل عليك انا انزل جنبهم ايش فيك انت؟ يلا ايوه زي كذا. الله يا احد حبني. المس عادي المس عادي يا المس. ايش فيك انت قلبي كيف حالك؟ قلبي كيف حالك؟ ما يضرب لا كيوت. صغير يضرب. كيف يضرب يا ولد هنا عندك قرون صغيره. اي طيب صغيره تكبر مع الوقت. ايش فيك؟ مع ذا الكيوت مع ذا شوبي قروشته فهمت قاعد ياكل. هذا حضري جاي شوبي يا اخي والله يخوفني نظرته بطرف عين كذا احسه يحقر لي بيعطيني هد. صغير كم عمره هو بيحقر؟ كم عمره بالله كم عمره؟ شهر بالله عليك كل ذا الحجم ما شاء الله اللهم بارك. هذا اللي بيموت عليكم. اي والله عشان كذا سوي اللي تبغى يا اخي. طيب عادي اذا مسكته كذا في ناس يمسكونه كذا. اي سوي اللي شوف يا مفتاح جانا واحد احضري اليوم ما يعرف غنم ولا يعرف شيء. عادي كذا امسكه كذا شوف. طيب اسمع بالله صورني صورني يا ثانية ذي. ودي الصراحة أتكي معه الصراحة. أحس إني مشتاق لأحد زي كذا. ناقص حنان أنت مرة يا أخي. لا تعال تكي معي. أي تكي بحضني عادي. اللي تبغى خذه. كل شيء أبغاه يسويه يعني. كيف حالك؟ يعني زي القطاوة يعني ينفع أجيب البيت أربيه. أي هو كثير يحطون الصغار. بالله عليك. بوريك الصغار الحين وش يسوون يحطونها. راضي. أذانيك ذي والله كيف؟ ليه أذانيهم طويلة؟ سمعهم قوي ولا بس كذا شكل؟ سمعهم قوي. يا ولد النظرات دي تخوفني يا اخي. عيونهم تخوف يا اخي. هي شكلها كذا ما لها دخل شكلها تخوف. ما لها دخل يعني. يا ولد اسمع لا تناظر فيني يعني. الحين الصغار بيخشون ولا ممنوع؟ لا ممنوع دخول الاطفال. ادخل معك؟ ادخل ولا خلك اللي بطلعها اصلا. يلا خلاص يلا. ممنوع دخول الاطفال. هذا الحين الصغار دخول الاطفال عشان كذا انا ما دخلت. واو يا اخي هذا شوف في علف لصق في سروالي قاعد ياكل من سروالي. اللهم بارك. هلا حبيبي هلا حبيبي. والله جاء فوقي يعني يحبني. يا قلبي شوف والله ما دريت انكم طيبين لذي الدرجه. شوف يلاحظ يعني مع اول تجربه يا عيال يعني حبه يا ولد اسمع ايش تبغى مني؟ تكفى. قاعد يبوس رجلي. لا ده حبل مو اكل. يا ولد والله يا ولد اكيد احلى واحد. اول شيء راح اجيب لك طاسه. يلا بسم الله. انتبه عليها لا احد يجي يرضعها. خلاص اوكي. يمين بالله لو يجي احد. يلا سبحان الله لما تكثر من الجلوس مع سبحان الله الدواب وفي خلق الله عز وجل تحس انك تستوعب ان مو كل شيء ترى بيدك يا انسان. لان الانسان سبحان الله احيانا ربي يوفقه ييسر له يسهل عليه فيشعر ان الموضوع تحت تحكمه. انا اللي سويت انا اللي اجتهدت انا اللي صرت مثلا عالم او مقدم لاي ماده معينه. يشعر انه هو الاساس سبحان الله. والاساس الله عز وجل وتوفيقه وهدايته. فلما تكون مع الدواب ودائما في خلق الله عز وجل تتفكر تشعر ان لا انا من ضمن خلق الله. وهذه حكمه من الله عز وجل. هذه حكمه من الله عز وجل ان الامور مو دائما تمشي على اللي تبغاه انت او مو دائما تكون على ما يرام. لان لو كانت دائما ضمن اهدافك وضمن تخطيطك وضمن اجتهاداتك بتشعر ان الدنيا مسيره تحتك وان انت المتحكم سبحان الله. فربي يبتلينا عشان نرجع نتفكر ان انا ما بيدي شيء. انا بس افعل بالاسباب. ربي امرني اني افعل بالاسباب. علمني. اوكي الحين خويي علمني بسم الله كيف الحين توتوريال حلب توتوريال بسم الله. اي اوكي شوف الاصابع. حلو اعرف هذه نفس البلياردو. بعدين الباقي كله حلو نفس التنس. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. خلاص لا تخلص. يلا بسم الله. يشربونه ترى ما يخلوه. انا مو امك خلاص. مع خويي هنا today I'm with my friend دعنزة. والله ما ادري هو وش الصراحه بس يعني بس انا وياه مع بعض. ما ليش عشان ما يروح يشرب من حليب الوالده. اكشف عليه هذه ترى امه هناك يعني هذه تانية بعد. عشان كذا ما بيه يرضى. يبي انت ما يصلح تصيرون اخوان بالرضاعه بعد ما نزوجكم. تمام يا ولد ذا كريه ذا تعال بيخلص عليه. ما شاء الله كان لك 20 سنه انت في اللغه. يا ولد ترى انا والله اتعلم بسرعه. ترى شوفوا ما شاء الله ازعجون ان الموضوع مره. شوف حتى وزنها من بعيد. شوف سهالات. ترى سهالات. شوف حتى ما شاء الله اللهم بارك كثير يا ولد. ما شاء الله اللهم بارك يا ولد ما شاء الله. اشرب جعل اشرب من حقي. ترى في سنجل شوت. لا وش هو قطو. في فعاليه اذا نطيت معاهم ينطون معاك. شوف يلا جايز يلا يا عيال من حاشي من ايش؟ خوفها تقول حاشي اما عاد
قاعد العب معهم. كيف الحال؟ يا عيال ليه ابغى اسولف. وش العنصريه؟ عشاني بشري يعني؟ هذا ولد ممنوع يا ولد، انا قاعد اصور. مين سمح لك؟ ايوه شوف كيف لا اله الا الله، باقوى ما عنده يبغى. شوف يا شوفوا ذا اذا صار يرضع تحمس حماس. اوف ما شاء الله اللهم بارك. وش ذا الحماس؟ هم يسحبون عليهم ما ادري ليش، شكلهم بثرين يا اخي بلا بثاره خلاص. مو بامك شوف اللون والله فرق واضح، لا تسوي مجنون. سبحان الله لي الحين يمكن ساعتين هنا او اقل، والله الوقت يطول. قلت لكم من اول في الفلوج الماضي اللي ما شاف الفلوج او قبل الفلوجين اللي هو يوم كامل مع مطاوع، الوقت اذا تركت الجوال، انا قاعد اصور طبعا ما يعتبر اني قاعد اتفرج فيه، والله الوقت يطول. انا احس اني قاعد يوم كامل هنا والله. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. اخي الجوال انا ودي صدق لو ما في واتساب واشياء إيه؟ ضروريه ودي ابو كشاف، عرفت؟ كلامات بس. والله انها والله العظيم انها والله انها الافضل. كل ما كلمت احد وكلمت على التيك توك او الانستغرام يقول لي حاذفهم، اقول له انت صح، مو عشاني معاهم يعني خلاص بعز. والله انه شوي واحده في اليوتيوب. اي ودي احذف. اي خلاص يا والله يا اخي والله ما صاروا يخلوك تعيش يومك. والله يا اخي سبحان الله. عندي كمان منظور، احس الجوالات او الاشياء بشكل عام الترفيهيه اللي صارت عندنا، احسها صارت تنسيك شعورك او مزاجك. يعني مثلا ممكن انت تكون متضرر نفسيا مره، حزين مره، بسبب الجوال دائما تغطي على الضرر ذا. دائما مشغل نفسك تتفرج تلعب تتفرج. انا متفق معك 100%. الله عليك. اول ما تفك الجوال تطلع نفسيتك مدمره لدرجه اشياء كثير تراكمت وانت ما تدري عنها، وفجاه يلا شيل. الله المستعان، والله يحمينا واياكم. يعني هذا الشيء ممكن يجينا كلنا، لكن امراض نفسيه ومشاكل احزان كثيره انت ما فكرت فيها. بعض الاحيان تصير لك مواقف في يومك ما تعتبر منها ولا تتدبر ولا تشوف الحكمه، على طول يخلص الموقف صار لك موقف عظيم، خلص الموقف تمسك جوالك تنسى ايش صار. ايوه هذا الشيء اللي انا بقوله الحين. مثلا أيوه. انت فوت صلاه مثلا، حلو، ما تتضايق على فواتها، خلاص تروح تصلي تتك على الجوال. لكن اقسم بالله انك صادق. لو ما جلست على الجوال يا الله تتفكر بينك وبين نفسك، يا تقعد الله. تفكر في شيء الموضوع كيف صار يا اخي. انا ايوه اغضبت الله انا زي كذا. يا الله. وعلى موضوع الدنيا كامل، على صح. موضوع المعاصي كامل، انك تاخر الصلاه ولا تسوي اي غلط. صح سبحان حتى الله. الحين مثلا انا تاخرت مثلا، جالس على الجوال ضيع وقتي، ما سعيت لمستقبلي مثلا. حلو. شغل ما شغل دراسه زي كذا. حلو. لو تكيت بدون جوال بتفكر في الموضوع بتشوف لك حل. صح اما لو تكيت على الجوال ما افكر. صح بيلهيك خلاص. الجوال مصيبه والله مصيبه والله. الله يكفينا الشر. اللهم امين. يعني الواحد الصراحه وصل لزمن كيف يوجه الجوالات هذه بالخير، يعني كيف يحد استعمالها. صعب جدا الصراحه انك تترك الجوال بشكل كامل. الصراحه بتكون ناقص عن الناس، مو ناقص مجتمعيا انه ما مع جوال هطف، لا مو كذا. الناس تبغى تتواصل راح يكون عندك اشكاليه، الناس تبغى ترسل لك شيء معين، تبغى تسوي معك شيء معين، ما راح تقدر بسبب انك مانع نفسك من الجوال. لكن برضو انك تجيب جوال وتسيطر على نفسك وتمسك نفسك يوميا من الفتن الموجوده مع الوقت هذا اللي الزمن فيه تسارع والفتن فيه زادت، الموضوع جدا صعب. صح. أيوة. فهنا صار في موازنه جدا صعبه. انا احاول اني كذا خلاص أيوة. اوزن صح. عندي تطبيقات فتره واحذفها فتره. صحيح. زين سبحان الله. الانسان يبقى في مجاهده، يعني مهما حاول ما راح توصل للمرحله الخلاص من كل شيء. سبحان الله هذا الموت. بس اللي انا اشوف الحل انك تشوف لك شيء يشغلك عن الجوال، انت ما تمسك الجوال اصلا. حلو. تصير ما راح تمسك الجوال الا اذا مره مضطر شيء مهم. فاذا انت مشغول، يعني مثلا تقوم الفجر عندك شغل، تخلص الساعه 9 ترجع تفطر تروح شغل ثاني زي كذا، شغل ورا شغل كذا، ما راح تمسك الجوال الا وقت صحيح. شيء ضروري، مثلا رسائل ضروريه، ايميل ما ايميل زي كذا. صح. ويمكن باليا الله حتى. والله صح. طبعا كيف كانوا يعيشون. لا زال في تطور بسيط مثل الإضاءات وبعض الأغراض، لكن يعني أيضا سبحان الله. هذا الخلاء والحمام أكرمكم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين. عدنا لكم يا عيال، يمكن مر اسبوعين مدري شهر مدري مده طويله على الفلوج ولسه ما اكلت البيض اللي انا اخذته من هناك. اخذت بيض طازه من تحت الدجاج على طول، فمتحمس اجرب. انا اتوقع والله ما بيفرق مره، لكن يعني لازم نسوي فعاليات، يعني حتى لو ما فرق مره بقول اوف لازم. يعني اقول لكم يا عيال امي خافت تطبخها، قالت لا قلت امي وين امي الصحيه اللي انا صحيه. امي طبعا ما شاء الله في الاكل صحيه مره، يعني كذا قطره زيت قطره بهارات يطلع لك الاكل كذا طعمه حلو ما تدري كيف. يعني معروف انه لازم زيت كثير ولازم بهارات ولازم صوصات عشان يطلع حلو، بس الوالده تحط اشياء مره بسيطه ويطلع جميل سبحان الله. ما ادري بركه. البيض تاكل اسبوعين بالثلاجه يمكن قد صار زي البيض اللي في السوبر ماركت، ما في اي فرق. انا اتوقع ان الوالده خافت انه يطلع صوص من ده، صوص ده اللي في البرجر، صوص شكل الوالده خافت يطلع صوص. قلت لها امي اذا طلع صوص لا تخافين، ترى يومين ويودع، يعني اذا ما ودع مو اصلي. هل الصوص من جد يا عيال ما يعيش كثير، ولا هذوليك اللي تشتريهم مصنعين، ولا لعبه؟ ما ادري الصراحه. ليش دخلنا مواضيع غريبه؟ ليش ما ناكل بيض واحنا ساكتين؟ البيض عندنا شوفوا اللك حق البيض. خليني اسوي لكم احترافيات مع البيض. ما شاء الله والله اللي لاحظت انه ما شاء الله اصفر كذا زاهي المنظر. وهذا خبز، وهنا مويتنا. طبعا انا زمان كنت انسان ما اقدر اشرب مويه مع الاكل ابدا، لكن بعد الاعتياد والله العظيم لا صرت احب مشروبات غازيه ولا عصيرات ولا اي شيء مع الاكل. مويه بارد يمين بالله طعم. طيب بسم الله، هذه بيضه ندوقها خام. اذا تبي تذوق الطعم الصح خام لازم تذوقها. نبسمل بسم الله، يعني كثرنا كلام. بسم الله. لا والله يا عيال طعمه بيض يا عيال، طعمه بيض يا عيال. قوم في الجمدان طعمه بيض الصراحه تبارك الله لذيذ، يعني بيض يعني اتس ايج. يعني لا انسى حتى غلطت فيها، ابغى اتفلسف انجليزي قلت اتس ايج، هي اتس ان ايج. يعني يا ابراهيم فشلت نفسك لو انك ساكت تتكلم عربي. المهم ان جربنا البيض وتبارك الله لذيذ طبعا، واكيد يعني حتى لو ما فرق طعم ذاك الفرق، اللي يفرق الجوده الصحه القوه. شوف حتى عضلتي ما في ولا شيء. طبعا اتوقع انك لاحظت ان من بدايه الفيديو الى الان ما طلع لك اي اعلان من اليوتيوب. هذا بسبب اني مانع الاعلانات المحرمه اللي تطلع على المقطع، فماني جالس اتكسب من اليوتيوب باي طريقه كانت ما عدا الرابط في الوصف. فاذا ودك انك تدعم المحتوى ماديا الله يكتب اجرك ويجزاك خير الجزاء، واذا ما قدرت على الدعم المادي تعاون معنا بالنشر واللايك وتعليق طيب منك. واذا ما تبغى تسوي اي شيء من هذه الاشياء اللي ذكرتها، مجرد متابعتك للمقطع وذكرك لله عز وجل واستمتاعك هذه تعني لي الكثير. ايضا ممكن تتساءلون ابراهيم وين النياق اللي انت تكلمت عنها؟ موضوع النياق طلع شويه معقد. انا قبل اروح المكان حسبته مكان مكشوف وكل واحد ظاهره املاكه للشخص الاخر، فبكل بساطه اني بروح اكلم الشخص هذا اني ممكن اصور وانا احلب الناقه. لكن يوم رحت هناك اكتشفت العكس، ان كل واحد عنده محميته الخاصه ومقفل على املاكه. ابى احلب الناقه وجاي معي جوال وناوي اصور ومايكات، يعني اقل شيء يمكن يشوت. تركت الموضوع وقلت خلينا نركز على الموجود، وممكن في حالات اخرى ان نصور فلوجات في اماكن ثانيه تسمع. ايضا لا تنسون قناه التليجرام تحت في الوصف، فيها مقاطع بدون تعديل، فيها بودكاستات اسطوريه، كتب اسطوريه، كل شيء اسطوري موجود هناك في القناه. فتشرفنا بانضمامك، نكسب عضو جديد وفخم ولنا الاجر جميعا باذن الله. وبس بالاخير حاب اقول الله يجمعنا بالفردوس الاعلى برفقه الحبيب صلى الله عليه وسلم. قولوا امين. جزاكم الله خير وبحفظ الرحمن.